محشش اسمه سالم زعل من أهله وفكر يسافر، وهو رايح المطار شاف لوحة مكتوب عليها ارجع لنا سالم. رجع بيتهم يبكي وقال: طيب ليه زعلتوني؟ قصة المدير والموظف. المدير: أترى ذلك الحمار هناك؟ الموظف: نعم، ما به؟ المدير: اذهب إليه واجعله يضحك ليعطيك الزيادة في راتبك. ذهب الموظف وأضحك الحمار المدير. الآن اذهب إليه واجعله يبكي. ذهب الموظف للحمار وأبكاه. المدير: آخر طلب، دعه يهرب. نفهذ الموظف وهرب الحمار. المدير: سأمنحك إجازة وفوقها زيادة راتب بعد أن تخبرني كيف فعلت ذلك. الموظف: أول مرة قلت للحمار أنني أعمل موظفا فضحك علي. المرة الثانية قلت له أنا راتبي في الشهر $100 فبكى علي. والمرة الثالثة قلت له: ما رأيك لو تتوظف بدلا مني؟ اجتمع 3 من البخلاء وقرروا التبرع بجزء من مالهم بعدما كثر كلام الناس عليهم. قال البخيل الأول: سأرسم دائرة على الأرض وأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط بداخلها لي، والمال الذي يسقط خارجها للفقراء. قال الثاني: أما أنا فسأرسم خطا على الأرض وأرمي المال في السماء، فالمال الذي على يمين الخط لي، والمال الذي على شمال الخط للفقراء. فقال الثالث وكان أشدهم بخلا: أما أنا فسأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط على الأرض لي، والمال الذي يبقى في السماء فللفقراء. مجنون ياكل في ملعقة طويلة. ليه؟ عشان الدكتور قاله ابعد عن الأكل. أو واحدة بتشكي للدكتور بتقله: يا دكتور، زوجي بيحكي وهو نايم، شو الحل؟ قالها: بسيطة، أعطيه فرصة يحكي وهو صاحي. آدي أستاذ عربي بيسأل زوجته: شو بتعرفي عن النحو والصرف؟ قالت له: أن أصرف راتبك على النحو الذي يرضيني. غبي سألوه: شو أصعب إشي بالدنيا؟ قالهم إنك تحلق دقنك وإنت تاكل علكة. واحد قال لأبوه: بابا عاوز أكمل دراستي برا. قال: وإيه المشكلة؟ قول لأمك تفرشلك في الحوش، بس خد بالك لتبرد.